نعمل مع بعض صينية بسيسة بطريقة سهلة جدا بكوباية برتقان وكوباية لبن وكوباية سكر وكوباية زيت وبيضتين بس. حابة يعني عندك لبن اعملي بلبن، عندك برتقان اعملي ببرتقان، يعني لو اللي عندك متواجد يعني ما توقفيش نفسك. هنا زي ما انتم شايفين هم صراحة كانوا برتقانتين واستفندية ضربتهم مع بعض وصفتهم. هنا حطيت السكر والزيت والبرتقان، وهحط هنا كوبايه اللبن اللي انا قلت لكم عليها في الاول. بس كده بس كده، وهضربهم في الخلاط مع البيضتين، وحطيت ذره شويه خل، بحيث بقى كده خلاص يعني كده ايه، كده تبقى احنا عملنا السوائل. عايزه اقول لكم اسرع كيكه ممكن تعمليها، او اسرع طريقه بسيسه، او اسرع حاجه حلوه ممكن تعمليها. عايزه اقول لك على حاجه كمان، الطريقه اللي يعني نجح الكيكه معاكي. اول ما تيجي تعملي مثلا صينيه الكيكه دي بالذات، يعني دون عن الحلويات كلها، ولعي الفرن وخليه يسخن. انا ما بولعش الشوايه عامه لاي نوع حلويات، سواء جلاش سواء كنافه سواء بسبوسه سواء اي حاجه، بسيبها تحمر منها فيها. هنا بعد ما ضربنا المكونات زي ما انتم شايفين، ركنت بقى الشفشق بتاعنا على جنب، وهجيب الدقيق بتاعها نخله. ما تضمنيش برضك ايه اللي يعني اللي فيه يعني كده او كده، ما تضمنيش برضك الظروف اهو. المهم زي ما انتم شايفين كده، ابتديت ان انا انخل الدقيق بتاعي. ده دقيق ذرة على دقيق زيرو. انا من نوع الناس اللي ما بجيب مثلا نص كيلو دقيق بسيسة او دقيق ذرة، بحط عليه نص كيلو دقيق من العادي، بينفعني مرتين. فاهمين قصدي؟ فاهمين قصدي، يعني ده كان ربع وربع. يعني انا كنت عامله قبل كده اصلا من الدقيق بتاع. فما بجيب بقى نص كيلو دقيق بقسمه على مرتين، او بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كان ربع وربع. كنت قبل كده عملت ايه برضو منه. المهم هنا انا خلطت الدقيق الذرة على دقيق الابيض، واحط بقى كيس البيكنج باودر، وساعات بحط كمان معلقه كربوناتو لو عندي. عايزه اقول لكم برضو الكربوناتو حلوه للبسيسه بالذات. المهم هنا زي ما انتوا شايفين بقى، حطيت ذره الملح، وهفتح كيس البيكنج باودر. حتى كيس البيكنج باودر هنا كان عندي ذره كربونات، وزي ما قلت لكم بتبقى حلوه قوي في البسيس. هنا هنزل القوام كله عادي، لان هو يا دوبك هتاخده، ما تقوليش هتبقى، لا هو يا دوبك. بصي الحاجات دي بالمسطره على قيمه نص كيلو دي ذره اهو. وهبتدي ان انا اقلب بس المكونات دي لحد بس ما الاقيش ولا نقطه دقيق بيضه. بس كده بس كده. وهفضي كيس البيكنج باودر لان انا كنت نسيت افضيه. وبعد كده خلاص وادخلها بقى الفرن. بس انا بحب يعني من الناس بالذات في البسيسه دي، بحب ادهن لها الصينيه زيت واسخنها على النار تسخن بس كده، واروح منزله عليها قولي معايا، انا هنا احتجت شويه ميه. يعني القوام الناس اللي هتقول مثلا لا انت ممكن انت ايدك بقى ايه تبقى ميزان، او انت عينك بتبقى ميزان. هنا زي ما انتم شايفين انا مش يعني انا بلم بس المكونات مع بعض، وبحس لان الذره دي ذره بيكلكع. فاهمين قصدي اهو. بس كده. واحط بس كيس البيكنج باودر وخلاص على كده. عايزه اقول لك اللهم صل عليك يا حبيبي رسول الله، انا كنت اصلا نسيت احطه. لو وصلت معايا لحد هنا متستخسريش معايا بالله عليك متابعه القناه والاشتراك في القناه. وفضلا وليس امرا، يا رب في فيديوهاتي وقناتي يكون عند حسن ظنكم. وطالبه منكم طلب، لو انت وصلت معايا لحد هنا تدعي لبابايا ربنا يشفيه ويشيل عنه ويشفي جميع يعني اي حد مريض يا رب، وما يحرمنيش منه ابدا، وما اشوفش فيه اي حاجه وحشه. فانا طالبه منكم طلب، لو وصلت معايا لحد هنا ما تستخسريش فيا، بس اللي انت تدعي لابويا ربنا يشفيه، لعل يكون انت قريبه من ربنا اكتر مني، وربنا يستجاب دعوتك. ففضلا وليس امرا، بس يعني اتمنى من الله تدعوا لي، تقولي لي ربنا يشفيهولك ويشيل عنه، فضلا وليس امر. بعد كده زي ما انتم شايفين انا سخنت بس الصينيه على النار بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وبعد كده هبتدي ان انا انزل فيها الخليط بتاع البسيسه. بس كده بس كده، وندخلها بقى الفرن. انت بقى لو عايزه يعني الصينيه بتاعتك عاليه وكده، بتصغري الصينيه. انا هنا حاطه في اكبر مقاس بتاع الصواني المستطيله دي. لو انت عايزه الصينيه بتاعتك عاليه، صغري المقاس شويه. لو انت عايزاها يعني انا بحبها مش اشكال ولا عاليه او ولا واطيه قوي، المقاس ده حلو مش وحش. هنا بقى بس بعمل بالسكينه كده او بتعملي باي حاجه، بحيث تطلعي الهواء ما تبقاش فيها يعني، وبطيها كده. كده بدخلها في الفرن، بتقعد حوالي ساعه الا ربع بالظبط. وبعد كده بتطلعيها بقى بتقطعيها، شوفي بقى انت حابه تعملي بيها ايه. اتمنى من الله لو وصلت معايا لحد هنا متستخسريش في المتابعه والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. وزي ما قلت لكم اتمنى من الله يعني صفحتي متواضعه، ادخلي كده وشوفي الصفحه.
والله عليها حاجات جميلة جدا، حلويات وكل اكلات اقتصادية. اتمنى من الله لو اول مرة تشوفيني متبخليش عليا من متابعة الصفحة، وزي ما قلتلك لو انت حابة الصينية تبقى عالية معاكي، يعني صغار الصينية، حجم الصينية. اتمنى من الله اللي يكون صفحتي المتواضعة عند حسن ظنكم. معاكم اسماء طارق، استودعكم في رعاية الله وانتظروا مني كل جديد.